Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اللي وياكم الي جيمنج، فيديو جديد ولعبة جديدة. طبعا رجعنا اليوم وياكم بلعبة ماينكرافت. طبعا مثل ما تشوفون بيتي محروق، بعد ما محروق طبعا. فراح اقول لكم قصة من الاخير. بس قبل لا نبدأ، هذا السهم لللايك، وهذا للاشتراك، وهذا للتعليق. بس خلينا نبدأ وياكم. بس خلينا اهم زين ما طلع شوي بس. فخلينا نبدأ القصة وياكم. كنت العب فانمسح السير اللعبة بالغلط. فايش سويت؟ انا كنت طبعا كل ما نلعب انا انسخ العالم حتى لا يضيع من عندي. فاني مسح ورجعت النسخة القديمة، حتى هاي المزرعة الأوتوماتيكية ما بانينها. فخلني نشوف تغييرات اللي بالسير باللعبة. فأنا مسوي هذا الدرب بالطريق حتى نطلع بيه كله قبل. لا بتروحش طبعا. هسه أنا بعد راح أعدل عليه. ورجعنا خلنا ناكل. يا الله، هسه حرجع لكم يا شباب. رجعت لكم يا شباب طبعا. فهسه خلينا نكمل. فاحنا راح نطلع هيك. وطبعا لان مليت اروح لسبونر، مليت كل ساعه اروح هيك وهيك بالمي. فايش سويت جسر حتى اطلع بيه. فهيك الجسر تصميمه شوي يعني حلو، بس هذا ايش يسمونه، هذا فد صعب تجيبه، ما ادري شلون اسمه. وسويت العواميد هيجي. وهذا هو هاي الجسر. وشمعت المنطقة همين لأن الوحوش كانوا يرسبون هواي وخفت على بيتي. طبعا السبونر الثاني مال السكيلتون هي أنا بعدين نسوي بالها. اي سويناها. بطل. خلنا نصعد ونشوفكم الشغلة الثانية اللي بنيناها. طبعا انتو شفتوها هسه يا شباب. طبعا كنت ملي مال وهاي اقول شو اسوي. فبنيت هاي القلعة الصغيرة. هون هي قلعة برج. شي قلت اقنص بيه من هاي الوحوش وهاي. طبعا حطيت علم العراق لان علم العراق دائما عالي. فبس ما حطيت الله اكبر لان ما اقدر اسوي شلون اكتب لن. فبس اهم شي نسيت اسوي الصعب هنا. يلا غباء. فورا الكواليس اسويهن. فهسه خلني اسوي هاي. يلا غيرت اسم مالت السيف، سويته سورد بلاك يعني ايش يسمونه السيف الاسود. هسه نروح. هسه طبعا ودك شفتوها من البداية. شفتوا كل شي طبعا. اكثريتكم يمكن هسه عرفوها. شباب ترى انا ما جاي اشوف دعم فدوة، بس اعطوني دعم، بس لايك. وهذا هو. خلنا ندخل. اصلا راح اكتب اني بالعنوان مال الفيديو اسمها طبعا ايش قد تعبت حتى جبت الصوف مالته وهذا القش. وخلنا نبدا طبعا ونشوف. طبعا هذول الخربان بعدهم مقصصين قصيتهم. وهاي البقر. كنت واحد من عندهم مسميه ما ادري وين. المهم سميته جيب. قلت خلنا اشوف من يتلونون بس ما تلونوا. هاي حضرات الخنازير من نحط النار يموتون بعدين. وطبعا شلت حظيرة هاي يسمونها الحصان وخليته هنا احسن. عفوا خليني اشوف. وهذا الطابق الثاني طبعا بعد ما ادري ايش راح اسوي في هذا الطابق. والله يعني ما ادري ايش اسوي. ما جايبين اهم شيء باللعبة كذا بس يلا. المهم هيك. ومنها اذا تريد تطلع تصعد وتوقف تشيفت وتباوع على العالم. فانا اريد اشيل هذني. يمكن اشيل المال بس بعدين ورا الكواليس. لان ما اقدر اسوي شي وياكم لان يصير الفيديو طويل وما حد يباوع الفيديو طويل. انا اعرف. هسه
بس صار الفيديو. لا حبقيها بس هيج، يعني ما عندي موضوع اليوم حتى ابني ابني بالهاي بالسيرفر هذا مالتي. ويمكن ادخل، هو مو سيرفر بس اقدر ادخل وياي اخويا مدة يمكن ربع ساعة وصديقي، فلاح ادخل كم واحد وياي همين حتى يبنون يساعدوني شوي، لان انا ما ابي ابني هذا البيت تعبني والله، حتى ذيك المزرعة تعبتني. فهنا نوصل لنهاية الحلقة، ونتمنى منكم لايك لايك واشتراك اشتراك، تعليق تعليق، بس اكتب لي كمل يا بطل كل شيء حتى اظل اكمل وياكم يا شباب. وسألني ليش اكثرية الايام ما تنشر يا شباب، والله عندي امتحانات تقربن همين وتقربن، وهذا هو. فبعض اذا صبت ذاك الخنزير، هذا الخنزير بثلاث ضربات قاعد، مرة واحدة صبته الباكر ما راح انشر، بس اذا ما صبته انشر الباكر. راح الخنزير، لا اوقف لي ثلاث محاولات بس ما وقعت بي. وين اضرب؟ او وقعت بي. طبعا الباكر ما راح انشر. اوكي وقتلته، يعني الباكر ما راح انشر لين والله حتى اقرا امتحاناتي. طبعا احنا امتحاناتنا يوم الخميس وبس. وهنا نوصل نهاية الحلقة.